ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل. أنا الطالب هاشم صفاء من فريق الهلال الأحمر الطلابي بمدرسة الحكمة الخاصة فرع التلة، واليوم احنا إن شاء الله جايين نعرض عليكم مبادراتنا وأفكارنا ونتمنى منكم الدعم. عندنا أول مبادرة اللي هي مبادرة صيدلية الخير، عبارة رحنا صيدلية زهرة الربيع ما شاء الله، رحنا لها وعرفنا إنه في ناس محتاجة مرضى سكر وضغط، فرحنا لهم وقدموا لنا هاي الكوبونات اللي هي خاصة بالأضوية الزرقاء. هاي الكوبونات تشمل خصومات لكل الأدوية اللي يحتاجوها مرضى السكر والضغط، وقدموا لنا هاي 30 كوبون، وإن شاء الله إذا انتم من طرفكم في ناس كمان تروحوا عندهم وإن شاء الله يساعدوهم. بارك الله. المبادرة يعني هي تقريبا تندرج تحت فكرة الابتكار. يعني احنا دائما نسعى في مبادراتنا انه تكون مستدامة وتزيد من عائدات الهلال الأحمر العربي. فيعني فكرة بسيطة انه من خلال خط المياه نشوف نسقنا مع شركة الصافي لتنقية المياه، سووا لنا تصميم بحيث يكون هنا عندك QR كود، هذا بس تسوي له سكان بموبايلك يحولك على موقع الهلال انك تتبرع فيه. وفي برضه موقع الهلال ورقم التواصل. طبعا هم وفروا لنا كمية محددة احنا لفينا فيها ووزعنا وسوينا توعية، واذا الفكرة يعني عجبتكم وحابين تستمروا فيهم موجود ممكن تتواصلوا مع الشركة يعني ناخذ موافقة في انه يتم تصنيعه واي حد يطلب من طرفكم يقدر يبيعه. بارك الله فيك. وبرضه جهد طيب. وعندنا بعد إتجار للأسرة المتعسسة من تاريخ 1 إلى 4 فبراير. ما شاء الله، هذا برنامج جميل يعني تم التنسيق معكم. نسعى لننتج أسر منتجة. بارك الله فيكم على هذا الدور. بارك الله فيكم، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في مدرسة الحكمة اللي هو السنة إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله تستمروا برامج جميلة ومبادرات يعني تكون تنفع المجتمع. متطوعين للغير